السلام عليكم خوتي خواتاتي المتتبعين الأوفياء، حياكم الله داخل الوطن وخارج الوطن. وانا بدوري كنحييكم اغلى تحيه، كنقول لكم شكرا بزاف بزاف والله يخطيكم المتتبعين الأوفياء. كنشكر الناس اللي تابوناو عندي، وكنشكر الناس اللي يتفرجوا ليا في الفيديوهات ديالي وكيخلوا لي البصيمه، وكنشكر الناس بزاف بزاف اللي كيبارطاجوا لي الفيديوهات ديالي، منهم الدراري منهم الاخت صابرينا. بارك الله فيكم، الله يخطيكم، الله يعطيكم حتى يرضيكم. جميع اللي كيبارطاجي لي الفيديو ديالي الله يسهل امره، الله يحفظكم، الله يحفظ لكم الوليدات، الله يعزكم ويكبر بكم المتتبعين الاوفياء. كنشكر بزاف الدراري وصابرينا كي قلت لكم على البارطاج. المهم اخوتي، غنهضر لكم واحد شويه على واحد السيده اللي كنتمناو لها كل شيء الشفاء العاجل، اللي هي اليوم داخل غرفه العمليات، الا وهي اميطو ديال سيدي عدي. كنتمناو لها الشفاء العاجل، وكنتمناو لها صحة جيدة، وكنتمناو لها ان شاء الله كل الخير. لانها علاش اخوتي مشات شهدت واحد الشهادة ديال الحق في مكناس. هاد السيدة مشات شهدت واحد الشهادة ديال الحق. نتمناو الناس اللي شهدت عندهم ياخدوا الشهادة ديالها بعين الاعتبار، ويشوفوا فين كاين الخلل وفين كاين المشكل، ويوقفوا هاد النازف اللي كاين ديال الشكايات. المهم اخوتي، ميطو مشات شهدت واحد الشهادة اللي هي ديال الحق، ما زادت ما نقصت، ما زورت ما حرفت. داكشي اللي كاين في راسها واللي كتعلم عليه هو اللي دارت، هو اللي باش شهدت. كي قلت لكم اخوتي، شهدت الشهاده اللي هي ديال الحق، ما زادت ما نقصت، ما حرفت ما زورت. هاد السيده هذا هو الدور اللي دارت البارح في مدينه مكناس، وكنشكروها بزاف جزيل الشكر. وكنعرفوا بان ميطو الا قالت بطاله راها بطاله، والا قالت كتوقف في تتصدى للناس اللي كيكذبوا وكينافقوا وكيزوروا، راه عندها الحق كتصدى ليهم. المهم ميطو كما لا يخفى عليكم انها كانت داخله في القضيه ديال يسرى المرضيه. نهار اللي بحرا وقع المشكل بينها وبين راجلها وبين الطيب اللي هو شيخها. لكن ميطو ملي شافت تخلويض وشافت شي حاجه ما عجبتها، سلت راسها من داك البرنامج اللي غادي يبدا يتبرمج، وخرجت في حالها وخوات الساحه الناس اللي خلاتهم يخدموا بالقضيه ديال يسرى المرضيه، اللي هي امينه ستيل. خلاتها تما كتخلوض وكتزور وكتخدم بيسرى وبالمشاكل ديال يسرى وكتتاجر بهم. لكن ميطو قالت الحق، خرجت وقالت لهم ما عجبنيش داكشي، مشات في حالتها. اليوم ها هي كتخرج تاني وكتمشي كتشهد شهاده ديال الحق، رغم هذا الشيء كله اللي داير على يوسف الزروالي وعلى بالشكايات الكيديه اللي كدير عليه مولات البنان، وبالتحريض اللي كدير عليه مولات البنان. تصدات ليها عاوتاني ميطو ومشات وقفت في وجهها وشهدت الشهاده ديال الحق. ما زورت ما حرفت، فقط قالت الحق. وكنتمناو كي قلت لكم الناس المعنيين بالامر يشدوا الشهاده ديال ميطو وياخذوها بعين الاعتبار، ويشوفوا داك الشيء كيفاش خصو يكون
وفين عندهم الخلل ويفتحوا تحقيق في القضية ديال خونا يوسف الزروالي. هذه هي الشهادة اللي شهدت ميطو، شهدت بالحق، عرفت باللي مولات البنان كتحرض الناس على يوسف الزروالي باش يديروا عليه شكايات. واللي سمعته عنده شي مشكل ولو بسيط كتمشي عنده وكتعطيه الفلوس وكتقول ليه ارى الشكايه ديالك نضموها للشكايات ديالنا باش نغرقوا يوسف الزروالي. هذا هو الشغل الشاغل اللي عند مولات البنان، اللي هي سبحان الله العظيم صبحت اليوم غير مرغوب فيها وغير مرغوب في كلامها وغير مرغوب حتى في الصوره ديال وجهها باش يشوفوها الناس على الساحه ديال اليوتيوب. هاد السيده خوتي كي قلت لكم مدمومه ومكروهه وحقوده ودون اخلاق ودون مبادئ ودون حتى المله ديال الاسلام راه كتخرج منها، لان الله تعالى والاسلام ما كيحب هذا الشيء اللي كتقوم به. هاد الاعمال اللي كتقوم بهم هاد مولات البنان ما كيبغيهم لا ربي ولا عبدو، كي كنقولوا بالدارجه ديالنا ما كيبغيهم لا ربي ولا عبدو. ولكن هاد السيده تمادات في الطغيان ديالها على يوسف الزروالي وكتحرض عليه الناس واللي معاها. شكون اللي معاها وشكون اللي كيساندها في هذا الشيء؟ كيساندوها الناس اللي دون اللي مالين سوابق فيهم الخونه اللي كيقولوا يسقط الملكيه، وفيهم الناس اللي سكيريه وما كيعقلوا كاع واش كيديروا، اللي هو بوخنونه اللي كيقول اسقاط الملكيه هو نقر الخشب، خائن كبير. كي قلت لكم المتتبعين هاد السيدات شكون اللي متعاون معاها؟ الناس ديال السوابق، كلهم عندهم سوابق بانهم مسخين الدواسه ديالهم وحسن السيره ديالهم متقوبه ومسخه، حسن السيره ما عندهمش، وجالسين كيحرضوا على يوسف الزروالي اللي كنشوفوه كان كيدير الاعمال ديال الخير. وشحال من واحد اللي نقد من تماره ونقد من الشتاء ونقد من الفيران ونقد من شحال من حاجه. لا داعي نهضروا على هادشي لان كاين في اليوتيوب كلشي كيشوفوا. المهم منهم كي قلت لكم نقار الخشب، منهم بخنونه، منهم السحار، منهم لسان الظلم هذاك ماشي لسان المظلوم، لسان الظلم. منهم واحد الفئه بزاف، واحد السيده حتى هي قالت لك كتحاول باش تجري تغرق يوسف الزروالي، ولكن بجهد الله ورضا الوالدين يوسف الزروالي غادي وكينصروا الله تعالى، وكينصروا ربي على حساب دار الخير مع الناس ودار الخير مع اليتامى وبدون غش وبدون اختلاس وبدون حتى هي حاجه، على نيته مسكين داك الدري. المهم اخوتي هاد السيده مولات البنان هادو هما اللي دايره في كتافها، هاد الناس اللي دايره في كتافها، هاد الناس المنحطين اللي كيقلبوا غير يغرقوا يوسف وما غيبرد لهم القلب حتى يغرقوا يوسف، لكن هذاك النهار ما عمرهم غيحلموا به. هي هذه السيده مولات البنان اللي كتعطي فلوسها وكتعطي مجهودها ودايره المجهود الكبير باش تغرق يوسف الزروالي، وكتعطي فلوسها وكتعطي اموالها، متعاونين معاها الناس اللي دون مستوى ودون اخلاق ودون تربيه، الناس اللي طاعنين في الملكيه وطاعنين في الوطنيه وكيضربوا في الملك وكيضربوا في القضاء ويضربوا في كل شيء. راكم عارفينهم بحال تحفه، بحال اي واحد مجرم دايره اليد مع المجرمين وكيحرضوها على يوسف الزروالي. لكن اليوم شفنا البطاله اللي هي
البطله ديال هاد السنه هادي، وهي ميطو اللي مشات شهدت الشهاده ديال الحق. كي كنقول لكم اخوتي، ما زادت ما نقصت ما زورت ما حرفت، فقط قالت الحق، هو اللي قالت ولا شيء غير الحق. وكنحييها اغلى تحيه، وكنرفع لك القبعه، وكنعطيك وكنهز لك الشابو، وتبارك الله عليك ميطو. وكنتمناو لك صحه جديده ان شاء الله، وكنتمناو لك الشفاء العاجل، تخرجي ان شاء الله بخير وعلى خير من العمليه ديالك. وهذا الشيء كله قلته في حقك، ماشي باش تبارطاجيني ولا باش تدعميني ولا باش اي حاجه، فقط انا مع الحق، انا مع الحق وكنهضر على الحق. ما تعطيني ما نعطيك، الله يسهل امرنا وامرك. حتى لهنا غنقول لكم اخوتي، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.